6:30 تصافي ميقات الفصافي كلنا في رحابه للأيام نصافي تنفح فيه وردة أضحك فيه قافية ويبقى الحب سفينة في عينينا طافية والألحان طلاطف نسمه موجة صافية 6:30 تحية عمرو رضا وعوافي. مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله مساكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم 6:30. الليلة مشاهدينا معنا ضيفة متميزة جدا، فنانة بكل ما تحمل الكلمة دي معاني، يعني فنانة في أكثر من فرع في من فروع الفن، يعني زول بتغني وزول تشكيلية وتكتب وبتلحن، عندها إسهامات كبيرة جدا. هي مقيمة في أستراليا، احنا بنسعد إنه الآن هي معنا في السودان ومعنا في قناة الشروق. هي واحدة من بنات إبراهيم محجوب، ذلك القامة، يعني أيضا المتميز في عالم التشكيل. رقم صعب جدا أننا نتجاوزه. إحنا قبل كده في قناة الشروق كان عندنا تعاون كبير مع سحر إبراهيم الدرامية المتميزة، واستضفنا في 6:30 قبل أيام سارة إبراهيم، وفضل لنا سوزان وسلمى وياسمين. فالليله جبنا لكم ياسمين على امل انه البقيه برضه يكونوا ضيوف معنا. اهلا ومرحبا بك ياسمين في قناه الشروق في 6:30، منورانا. اهلا ومرحبا بك احمد، والله منورين بوجودكم، وشكرا جزيلا على الاهتمام الكبير ده والفرصه والاستضافه، وشكرا قناه الشروق، انا شاكره وممتنه. نحن شاكرين لكم. وشنو الجمال والاناقه في الاسره دي، يعني الاهتمام بالفن ده، اسره فنيه بكل ما تحمل الكلمه معاني يعني. الله يخليك. انت قلت سوزان وسلمى وليلى ياسمين. أيوة. انا حضيف محمد ومحجوب بالمناسبه، اساسيين جدا أيوة. في العمل الفني اللي احنا فيه. والله يا اخي احنا بنقول احنا محظوظين شديد يعني بالبيئه اللي احنا كنا فيها يعني. فانت زي ما ذكرت ساره التشكيليه عازفة الجيتار ومغنية وسحرة الدرامية والشاعرة برضو دي اكتشفناها لما استضفنا أكيد سارة. أكيد أيوة طبعا، أيوة في العمل المشترك بيناتهم. أيوة. وسوزان الفنانة التشكيلية المتميزة جدا، أنا بحييها من هنا وبحيي أسرتها في السعودية. أيوة. ومحمد ومحجوب برضو هم متميزين بالفن الرقص الاستعراضي والتعبيري. وسلمى كذلك هي زولة عندها اهتمامات ونشاط الموسيقي يعني. فيعني الحمد لله البيئة كلها كانت مهيئة، ومن والدي إبراهيم محجوب زي ما سارة حكت قبل كده، وأنا بقول دائما احنا فخورين نحكي عنه عليه الرحمة. ووالدتي أمل الحاج أنا برضو بحييها شديد، أن هي الراعيانة يعني حاليا راعية كل الفنون المتعددة دي والمتنوعة دي، ومهتمة بنا شديد يعني. استاذ ابراهيم يعني ربنا يرحمه ويغفر له، من انتم صغار هل كان بيقصد انه يحبب فيكم الفن، والله بس كان بيدي يزول مساحه انه هو يعبر بطريقته الخاصه، خصوصا في الغنى يعني، وبعد ذاك تشكلت شخصياتكم الفنيه؟ والله شوف، هو ما كان بيفرض حاجه، الجو فيه يعني مساحات كبيره من الحريات يعني للابداعات المختلفه. احنا زي ما انت قلت احنا بدينا كلنا بالرسم. ايوه. انا ما حد انا ما تشكيليه، عشان التشكيليه ما قوم يزعلوا يقولوا صلبطت عليهم كتشكيليه. لكن بدينا كلنا بالرسم والله، لا بحكم والدي كان بيرسم وكان في كليه الفنون. ولو انه ما اكمل يعني، لكن هو بنشاطات المتعدده يعني. كتابه الشعر، كتابه القصه، كتابه الروايه، كتابه المقالات للصحف، عزفه على العود. الجو كله يعني كان شوف محفز يعني لمهاراتنا ولقدراتنا انها تقوم تنمو. يلا هو ما كان بيضغط علينا نمشي في اتجاه محدد كويس. بس مثلا في الرسم لانه كنا بنشارك في مسابقات داخل السودان ايام مركز ثقافه الطفل، كان يعني اكثر نشاطا يعني. وكان مركز ثقافه الطفل ده حلقه وصل بين السودان وبين العالم في الخارج. يعني بتكون في مسابقات عالميه برا، كان بيجيبها وبيكون في اعلانات، واطفال السودان كلهم عندهم مهارات وقدرات ومواهب الرسم بيشاركوا فيها. فوالدي كان متابع الحاجات دي كلها، فكنا بنشارك في المسابقات داخل السودان وخارج السودان. يلا لما نجي نرسم
شوف برغم صغر سننا واحنا اطفال يعني، لكن بتكون في ونسات كده معاه يعني والدي ده، ونقعد نتكلم في الرسمه وبيجي يقول لك مثلا عدي الحته دي المواضيع نفسها اللي كنا بنختارها هي كانت مواضيع مختلفه يعني ناضجة. ايوه بالضبط كده يعني مثلا مواضيع كانت يتكلم مثلا عن السلام، الفقر مثلا، الاطفال المشردين، الحوجات، يعني حاجات زي دي يعني واحنا اطفال يعني. فده ما كان بضغط منه او بوش في اتجاه محدد بقدر ما هو النقاش دي والممارسه اليوميه خلتنا انه نتفتح على الحاجه دي يعني اجيالكم انتم واجيال قبليكم الاهتمام بالفن ونشر الثقافات كثيرة بتدعو للخير والسلام والحق عن طريق الفنون دي كانت حاجة في البيوت يعني، لأنه الزمن ذاته كان طويل جدا بين الأب والأم وبين الأبناء يعني. حقيقي احنا فقدنا مؤتمر مهم جدا اسمه مؤتمر صينية الغداء. صحيح. يعني ده بقى ما في بيوت كثيرة يعني. صحيح. شنو اللي احنا تفتكري نحن محتاجين له الآن عشان لسه أطفالنا ديل برضو هم عندهم برضو مواهب يعني، أي جيل عنده ميزاته، أي جيل عنده مقدراته الخاصة بيحتاج إنه يطلعها. عشان نهتم بهم أكثر شنو اللي محتاجين نوفره لهم يعني؟ شوفي يا احمد، هي حاجات انا بفكر في عناصر مهمه غير الاسره، بس الاسره والمدارس يعني. احنا في المدارس زمان غير انه عندنا والكلام ده مثلا من الابتدائي مرورا بالمتوسط يعني زمان لغايه الثانوي، غير انه في حصه للفنون والفنون المختلفة يعني الرسم والتلوين وصناعة الطين والأناتيك والحاجات دي. غير دي كان في المشرفين التربويين بيجوا مرين أسبوعيا يعني عشان يقوموا يشوفوا الأطفال الموهوبين ويراقبوا ويتابعوا ويشجعوا. دي حاجات هسه مفتقدة أنا بفتكر في المدارس يعني. لما كبرنا في الثانوي مثلا كان في يوم ثابت في الاسبوع، ده يوم الجمعيات الادبيه. يلا انت وهوايتك وانت وموهبتك وانت وحبك يعني، او الانترست بتاعك. والموضوع ده ما كان بيأثر على الاكاديميات اطلاقا. بالعكس هو داعم للاكاديميات وداعم لمقدره الاطفال والتنميه لقدراتهم نفسها يعني. وبعدك انت وهوايتك، انت عايز تمشي موسيقى، عايز تمشي رياضه، عايز تمشي تلوين، عايز تمشي مثلا عربي، حاجات زي دي جمعيات ناشطه. فده جزء في المدارس ده مهم جدا جدا. الكلام اللي قلته برضه اللي هي دي الاسر والزمن المحتاجينه مع الاطفال والانتباه نفسها لقدرات الاطفال يعني. يعني حرام الاطفال يكونوا قاعدين مثلا يمشوا المدرسه ما عارفه 7 ساعات ولا كم ساعه ويجوا راجعين وثاني يكونوا مضغوطين قرايه بس. ده في رايي انا بينزل من قدرات الطفل وبيحبطه وبيخليه حتى لو عنده مواهب بيحس انه مكبل ومغيض ما قادر ينفس عن نفسه. كويس. الجزء الثالث انا صراحه ما عارفه حاصل شنو هذا، لكن زمان كان زي ما قلت لك مركز ثقافه الطفل كان موجود يعني، كان في اهتمام حتى نفسه يعني. حتى كان في مواعين كثير يعني. أيوة. نحن ممكن نودي لها اطفالنا ويقدروا بعد ذاك هم يعبروا عن أيوة. اتجاهاتهم وميولهم دي. ايوه احنا حنتواصل معك لسه في الحوار، لكن استاذنك نمشي لفاصل اول معكم مع كل مشاهدينا الاكارم ونعود مره ثانيه. خليكم معنا. رضا وعوافي مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا، متواصلين معكم ومع ياسمين إبراهيم ضيفتنا في هذه الأمسية، وكنا بنتكلم عن يعني أجيال كثيرة محتاجين نوفر لها حاجات كثيرة يعني نسيناها أو تناسيناها في الزمن اللي علينا زي ما بنقول حبوباتنا يعني، عشان هم يقدروا يعبروا عن نفسهم ويكشفوا مواهبهم يعني، لأنه زي ما قلنا إنه أي جيل عنده مميزاته يعني. أكيد. فكنا نتكلم عن إنه زمان كان في مواعين هم بيقدروا يعني مؤسسات مراكز غيرها يعبروا من خلالها، بيقدروا يعبروا من خلالها. الان برضه الحاجات دي لكن ما بشكل كبير يعني. محتاجين برضه مجهودات اكبر في الموضوع. ايوه مكثفه اكيد. طيب نحن عاوزين نسمع لحن كده في الامسيه دي اول نهديه للناس عشان نشوف غنى استراليا ده في السودان حيكون شكله عامل كيف. هو غنى استراليا في السودان ولا غنى السودان في استراليا؟ لكن يا احمد هو غنى استراليا اللي تسجل هناك في السودان. اي طيب. طبعا الفرقه اللي نفذت معظم او كل الاعمال دي حقيقه هي فرقه مكونه من موسيقيين استرال، والفرقه اسمها فانوس، ممكن بعدين نتكلم عنها. فاول عمل باسم مطر الليل. مطر الليل. ايوه مطر الليل ده لاستاذنا الراحل المقيم محمد محي الدين الشاعر والاذاعي رحمه الله الواسعه عليه، ومن الحان عبد اللطيف عبد الغني. طيب تمام، نسمع وبعدين نجي نتكلم برضه في الاختيارات يعني بتاعت المغتربين بتاعين استراليا. نسمع جدا. وكالطين الأرض سال
لحن جميل. طوال نتكلم عن عن الاختيار. يعني يمكن قبل شوي احنا كنا بندردش قبل ما نخش في الحلقه دي انه يعني ليه ناس الغربه دي دائما اختياراتهم فيها حنيه كده شديد. يعني وجع الغربه ده كله فرغوه كده في الغنى يعني. ايوه والله يا احمد، وجع الغنى والاوجاع اللي احنا شايلينها معانا، والاوجاع اللي في الحاضر والماضي كلها يعني، فهي دي كلها يمكن مع بعض بتخلي الزول يسعى لمفردة مختلفة. يعني أنا بفتكر إنه يعني النص لسان الحال أو النص اللي بيحكي عن يعني هموم الناس والواقع وأوجاعهم وآمالهم وطموحاتهم وأحلامهم، بيحكيها بشكل صادق. دي هي يمكن بتجذبني شخصيا. يعني بتجذبني إنه ده نص يكون جميل بتلحن. أنا نص حسيته وحركني، يعني حرك مشاعري وحرك تفكيري كمان. ده النص اللي انا بكون حابه انه يكون اغنيه يعني. وفي طبعا برضو النصوص عارف او اللي فيها مفردات لغويه يعني متجاوزه للمألوف او متجاوزه للسائد يعني بتبتكر كده وبتجدد في مضامينها وبتجدد في معانيها، في تركيبات اللفظيه بعض ايوه مرات بالضبط يعني. كده بالضبط كده. او زي ما بيقولوا هي مثلا مفردات هي ممكن تكون قديمه وعارفينها، لكن الشاعر يخطها في صياغه متجدده او عندها صورة الجماليه الجديده وعندها دلالات ذات التعبيريه المختلفه يعني مثلا مطر الليل دي، ما هو يعني احنا معظم المطر اللي بيجي يجينا في السودان ده بيجينا بالليل يعني. لكن ما تخيل لي في زول فكر انه دي ممكن تكون عنوان لاغنيه مثلا. ايوه انه المفردة دي تتقال كده بترتيبات. أيوة. دي مطر الليل بالضبط كده. وهي فكرتها طبعا هي فكرتها الرمزيه يعني هي اكثر، لكن يعني زي ما فيها مثلا بدايه الاغنيه الطين البكسه والمطر البيجفى، هي حاره شويه طبعا بالضبط الاغنيه شويه يعني. لكن في نهايتها نقول يمكن يجي يخشانا مطر الليل اللي هي بداها بتصوير الحاله اللي ممكن تكون حاله يعني فيها حزن مثلا، فيها هم، لكن ختمها بامل وباحلام. فهي دلالات الرمزيه هي دي الفكره في النص يعني. وممكن كل شخص يقوم يسرح يفكر فيه بطريقه مختلفه يعني. ممكن شخص فعلا يفكر انه ده المطر الحقيقي، وفي شخص يفكر ثاني انه مطر الليل ده يا اخي اي حاجه جميله في حياتي ممكن تكون جايه يعني. طبعا ده عبقريه الشاعر هنا، انه حقيقي. هو بيكتب حاجه بعد ذاك يزول بيفسر بطريقته. أيوة. بمخيلته. انت قبل شويه قلت لسان الحال. العباره دي عجبتني يعني. كثير من الفنانين الان في الوسط الفني برضه بيغنوا اغاني يعني بتعبر عن لسان الحال بالفاظ نحن بنستخدمها في حياتنا اليوميه. لكن في جزء من الناس بيشوفوا انه هي دي الفاظ ركيكه. فهل نحن محتاجين انه اي حاجه احنا عايشينها في الواقع اذا نوصلها للناس نغنيها لهم، اي لفظ بيتقال ممكن ينفع يخش في اغنيه، والله بعد ذاك الاختيارات تبقى مختلفه؟ والله هي دي انا بفتكر يعني دي مهمه مثلا المبدع يعني يتكلم عن الشاعر او الكاتب كمبدع، ونتكلم برضو عن الفنان اللي بيغني او الموسيقي اللحن برضو كمبدع كجزء من النص اللي هو تحول لاغنيه في النهايه. وفي النهايه عايزين يعملوا شنو يعني الزول لما بيكتب الحاجه دي المبدع اكيد عايز يعمل يقدم حاجه عندها اضافه للمجتمع كويس، قادره تخلق حوار بينه كمبدع. يعني الشاعر قادر يخلق حوار بينه وبين المتلقي او القارئ، وبالتالي الموسيقي او الملحن برضو بالاضافات اللي حيعملها، والمغني عايز يخلق حوار بينه وبين المستمع او المتلقي. طيب يخلقوا الحوار ده، وفي نفس الوقت الحوار كونه يتخلق ما بيجي بالحاجات الركيكه، ولا بيجي مثلا بالطرب اللحظي كويس، يجي بحاجه مؤسسه عندها فكره مؤسسه كويس، وعندها ادواتها التعبيريه الجماليه القويه القادره تتجاوز ركاكه الواقع كويس، وقادره تتجاوز السائد والمألوف ده اللي قلناه قبل شويه، لحاجه تخلي تثير في المتلقي ده سواء كان بيقرا او بيستمع، تثير فيه خيالات كويس، وتثير فيه احاسيس ومشاعر مختلفه، وكمان يا احمد تثير فيه تساؤلات كويس. يعني يقوم يطلعنا مثلا من يعني المبدعين دول كلهم الشاعر والملحن والموسيقي والمغني الفنان، طلعونا من القالب المحفوظ بتاع الشعر او القالب المحفوظ بتاع الموسيقى والغنى
يطلعوا لحاجات براحات مختلفة تخليني أنا أفكر وأفسر النص على مزاجي حسب خيالي، تجيني إلهامات مختلفة وهكذا يعني. كويس. طيب كده مباشرة قبل ما نفوت النقطة دي، يعني في وجهة نظر بتقول إنه الآن الغنى الموجود في الساحة أغلبه يعني بقى الإحساس فيه قصير المدى. يعني العبارة اللي قلت يعني الغنى ما بتفضل، يعني هي فرحة كده لحظية، طرب لحظي والموضوع أيوة. بينتهي. بتتفقي مع الحاجة دي ولا شايفة إنه لا في شباب عندهم منتوج فني جميل ولسه حيستمر؟ يعني في ده وفي ده طبعا، في يعني ده الاثنين موجودين، ودي دائما بتكون موجوده يعني، بالذات لما تكون في يعني في ازمات موجوده، يعني ازمات اجتماعيه، ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه، دي كلها بتكون موجوده، اكيد بتولد النوع ده من انا ما بسميه فن بالمناسبه، ما بسميه فن على الاطلاق، بسميه حاجه ركيكه كده طلعت. كويس بجد والله. حاجة كده لحظية. اذا حاجه انا ما حتضيف لي ولا حتضيف للمجتمع، يبقى وين الابداع هنا؟ كويس. من الابداع انت عايز زي ما قلنا تخلق الحوارات ده وتقدم حاجه هي متقدمه، مش متقدمه انها هي مترفعه على الناس، لكن هي قادره تثير فيهم مع عواطف الطرب اللحظي ده. لكن يعني شنو التفكير برضه، التفكير ما العقل ده مهم جدا. كويس. والتساؤلات يا احمد والاسئله، احنا ما دايرين حياتنا كلها انها تكون اجوبه جاهزه موجوده، التساؤلات دي هي اللي بتخلق التفاكر، تخلق النقاشات، تخلي الناس تمشي لقدام. يعني انت لو سمعت اغنيه حركتك لكن ما حركت داخلك فكانك ما حركت الرجلين قصدك الرقص والله ما حركت داخلك. انا بفتكر ده نوع استاذ الموصل عنده عباره جميله، هو زو صديق لك انا عارف، يعني بيقول لك انه قال لنا عندي مشكله مع الغنى اللي بيجينا نسمع برجلينا اكثر ده يعني. فليه التحيه يعني. صدق حبيبي، له التحيه، وقول لي الحمد لله على السلامه. مثلا هو شرف السودان، لسه ما لقيته، كان شرف السودان، واتمنى انه المقام يطيب له ان شاء الله. قول له برضه الحمد لله على السلامه، منورنا يا استاذ. عاوزين نسمع طيب حاجه نهديها له بما انه هو شرف السودان، ونهديها لكل الناس اللي بيشاهدونا الان. طيب كويس. انا حقوم اختار اغنيه من كلماتي والحاني. كويس. اسمها اوعد جيف. اوعد جيف. اسمها اوعد جيف. طبعا هو زي الامتحان يعني، بعد شويه حنيجي نحقق فيها كده. وبعدين انت قلت لي اهداء لاستاذ الموسيقار يوسف الموصلي، يعني يعني ده امتحان حقيقي يعني. اتمنى انه تعجب كل الناس وتنال رضاهم يعني. طيب اسمها اوعد جيف. اوعد جيف. عكس الاتجاه، عكس الاتجاه، زي ما تجيف 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 زي ما تشيلك هس أحلامك في بطن الريح أواخر الجاف، زي ما تشيلك هس أحلامك في بطن الريح أواخر الجاف. أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف. لا تتهيأ لا تتردد لا تتودد لأمل زايف عود رهيف. لا تتهيأ لا تتردد لا تتودد لأمل زايف عود رهيف. وأوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف أوعد جيف.
هالهشة سريحة الكسرة قلبي تجوز ساس ضعيف هيما هالهشة سريحة الكسرة قلبي تجوز ساس ضعيف اوعى تجيف اوعى تجيف اوعى تجيف اوعى تجيف اوعى تجيف كم لقينا زمانا غبرة وخيل أحلامنا صهيل القدرة كم لقينا زمانا غبرة وخيل أحلامنا صهيل القدرة تنهض أقوى بعد العترة تمرق منها الدم لرصيف تنهض أقوى بعد العترة تمرق منها الدم لرصيف تمرق منها الدم لرصيف تمرق منها الدم لرصيف تمرق منها الدم لرصيف. شكرا جزيلا ياسمين. الله يخليك يا يعني انا لما سمعت الاغنيه الاولى فكرت في اسالك سؤال انه انت بتحبي الرمزيه شديد في الغنى، لكن قلت احتمال يعني طريقه كتابه الشاعر اختيار الاغنيه يعني اجبرتك لغه الشاعر، لكن كتبتي ولحنتي براك برضه الاغنيه تضيق بالرمزيه يعني. تاثرت يبدو اني بالشعراء اللي انا تعاملت معاهم يعني. او دي طريقه انت حابه توصلي بها برضه فنك وغناك؟ والله يا احمد هسه ما فيها رمزيه، تمرق من هدام لرصيف اي حاجه واوعى تقيف. يعني مهما يقابلك من صعاب، مهما الازمان الغبره دي قلتها ذاتها ولا اي حاجه صعبه ما تقيف بس. ما على مستوى الالفاظ يعني، ما في غنى كده كثير انت بتسمعه غنوا فنانين كبار يعني. أيوة. يعني المعنى طوالي بتقشك كده يعني اول ما ايوه تسمع ايوه الاغنيه. ايوه مباشره. لكن في اغنيه زي الاغنيه دي بتحتاج انك تفكر فيها او تسمعها مرتين ثلاثه. ايوه يعني هسه جاني احساس انه يقول لك خلاص كده نعيدها بعدين كده. والله ده كلام انت عارف ده الكلام ده جزء من حوارنا قبيل اللي تكلمنا عنه، انه الاغنيه اللي بتخليك ترجع وترجع تسمعها ثاني، وكمان يمكن لما تسمعها ثاني تولد فيك احساس مختلف ولا تولد فيك افكار وتفكير مختلف يعني. هو ده الابداع اللي بيجيب يعني الناس. ده مشروع يعني. ياسمين اللي بدته في استراليا ومواصله فيه. ايوه بالضبط كده بالضبط كده. انا اتمنى انه انا يعني اقدر اسس لحاجه قويه واقدر اقدم حاجه هي فيها اضافه للمجتمع. افتكر دور المبدع يعني انه يقدر يقدم حاجه فيها اضافه للمجتمع ويساعد في التغيير الايجابي نحو الافضل. احنا كلنا في حياتنا دي ساعين نحو الافضل، ما بنقف في حد يعني. الافضل ده ما في زول وصله حتى الان، دائما في افضل من الافضل يعني. فده ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدمه يعني. طيب يعني لأي مدى استراليا مساعداك انك يكون عندك منتوج متميز؟ ما من ناحيه امكانات، لانه يعني لو تكلمنا في موضوع الامكانات بنكون يعني بالسؤال عشان تجاوب عليه اول حلقه تنتهي يعني. لكن خلينا نتكلم عن رجع الصدى. بالضروره لاي فنان انه يكون في مردود، يعني يكون في زول بيوريه انه والله اخي الحاجه دي كويسه كده، او الاغنيه دي كانت جميله، لا دي كانت احلى، لو عملت كده كانت بتكون اجمل. ايوه المتلقي ده في استراليا متوفر بالنسبه لك، ولا انت بتوفر الغنى ده لحد ما تجي السودان بعد ذاك تشوفي رجع الصدى كيف في الجمهور السوداني؟ سؤال حلو يا احمد. والله هو الاثنين موجود، انه رجع الصدى ده زي ما انت سميته او الفيدباك او الاراء دي شوف موجود من الجمهور السوداني او من السودانيين نسميهم، ما ضروري جمهور، ومن المتلقيين الاسترال. كويس.
يلا اقوم انا ارجع خطوه قبل ما اقوم اقول الكلام ده. يعني انا المشروع ده ما ماشيه فيه كده براي كده طبعاً. ياسمين وكده يعني. فبجد يعني الشعراء اللي معايا وانا دايما بقول كده وبحب وحقول كده للابد، يعني انه دايما الشعراء الملحنين الموسيقيين اللي عملت معاهم ده جزء اساسي، مكون اساسي في المشروع. احنا كلنا مع بعض كده، وهم يعني بفضلهم كثير من المشروع ده ما كان اخذ طبعا من كريم اصلا يعني كثير سمات من ده. الفنانين بينسوا الموضوع ده، بس في النهايه كده بيقوم بيذكروه لا لا يعني. ابدا، لا فكويس انك انت يعني ابدا ابدا، دي حقوقهم ودي حقيقه ذاتها نعم، يعني. نعم. زائد انه المشروع ده برضه ماشي سواء اسرتي الكبيره اللي هي هنا في السودان، يعني والدتي واخواني واخواتي كويس، وماشي برضه اسرتي الصغيره. لما انتهز الفرصه دي بقوم بحيي زوجي بمناسبه جلال الدين ابراهيم الجميل موجود هسه في الموضوع ده كان سنار، ممكن يكون مكلف وناس سنار يعني. كمان كلهم بنحييهم اهل سنار والناس الجميلين واولادي. شوف الدعم ده، الدعم الاجتماعي ده، وبعد ذاك الاصدقاء والصديقات والناس اللي في المجتمع، الجاليه السودانيه مثلا برضه هناك، الناس المهتمين فيها كده. ده كله بيخلي جزء منه رجع الصدى ده يعني كويس، او جزء الاراء. يلا في تفاكر مثلا بيني دائما بيكون بين امي هنا واخواتي، وكذلك بيني وبين جلال زوجي لما نطلع اعمال، وكثير او بعض الشعراء والموسيقيين انا مثلا في تواصل مستمر معهم. الاعمال دي شكلها كيف، ممكن نضيف شنو، ممكن نعمل شنو، النصوص من بدايه اختيارها وهكذا كويس. المشروع نفسه زائد الحوار البيني او النقاش البيني دايم وبين مجموعتي فانوس الشباب الاسترال فيما يخص التنفيذ الموسيقي. احنا موضوع الاسترال ده يعني احنا عرفنا وجهه نظر طيب. الجلد والراس السودانيين، لانه برضه يعني بيهمنا نعرف راي الناس الثانيين في فننا ده شنو، لان احنا ما قادرين نعرف وجهه نظري، ما قادرين نديره برضه بصوره كويسه، ما قادرين نقدر التقدير المناسب. لكن خلينا نمشي فاصل ونجي نتكلم في الموضوع الطويل ده. فاصل قصير ونعود من بعد نتواصل معكم مشاهدينا في 6:30. خليكم معنا. 6:30 تحية عمرو رضا وعوافي. ونص تحية عمرو رضا وعوافي. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا، بنرحب بكل الناس اللي انضموا عشان يتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من 6:30. لاحظت قلت الناس قبل شوية يعني فجأة كده جات لحظة كده. فالمهم برحب بكل الناس اللي بيتابعونا في 6:30 في حلقة الليلة، وياسمين إبراهيم ضيفتنا المتميزة في هذه الأمسية. نحن قبل ما نمشي الفاصل قلنا عاوزين نتكلم عن راي الاستراليين او فرقتك هناك في غنانا، في ايقاعاتنا، في مفرداتنا، في شكل الالحان، في سلمنا ده ذاته. ايوه. لكن لانه زي الوقت سرقنا كده وما غنينا كثير يعني، فكده نسمع اغنيه وبعد ذاك نجي ثاني
نتكلم في الموضوع ده، حنسمع شنو؟ نسمع قمر الفرح. دي برضو رمزية يا أحمد. لا اختيار يعني مسميات الأغنيات جميلة جدا. الله يخليك. فدي لأستاذنا دكتور طلال ضفع الله، يا سلام. ومن ألحان الأستاذ أحمد عدلان. أنا بحييهم الاثنين. طيب تمام، نسمع قمر الفرح. يا عتمة بابك وين، مشتقت
شكرا جزيلا ياسمين. الله يخليك. فانوس رايك شنو في الايقاعات الافريقيه الحاره دي يعني؟ بيحبوها جدا. حابين شديد الايقاعات والموسيقى نفسها حابينها شديد. مرات بيحسوا انه في ايقاعات صعبه عليهم، زي مثلا ايقاع الدليب، كان عندنا اغنيه عذبتنا شديد خلاص عندنا فيها كثير. ايقاع الدليب شويه كان صعب عليهم شويه، لكن شنو بالحب ده حاسين انه ده تحدي بالنسبه لهم، يلا ما بخلوا الحاجه الا بعد ذاك هم فعلا ينفذوها. بيفتكروا طبعا ده اضافه لهم ولخبراتهم، ودي حاجه اكيده يعني. كل ما الموسيقي قابل تحديات لكن يعني خاض التحدي ده نفسه، اكيد ده اضافه له كموسيقي يعني. مع انه كثير من فنانين يعني بنتعامل دائما مع الموسيقيين الاجانب، خلينا نقول عشان نعمم الموضوع ده على عرب اوروبيين او غيره يعني بكثير من التواضع يعني. لانه احنا عندنا فن وعندنا ايقاعات يعني، كم مشينا بس كردفان دي كده يعني ما حنعرف كم ايقاع فيها والله أكيد. اساميها شنو يعني، قلنا نعدها ما حنقدر يعني. ايوه يا اخي، احنا عندنا مناسبه ارث غني جدا جدا وتنوع ثقافي واثني والاجتماعي. ده يعني ده ميزه كبيره جدا يعني بالنسبه لبلدنا دي. هم نفسهم هناك من خلال الموسيقى والغنى ده بيسالونا عن السودان، ويسالونا عن ثقافاتنا، عن القبائل، عن الايقاعات وكده يعني. طب كده خلينا نتكلم عن العمليه الانتاجيه هناك لعمل، خصوصا انت انتجت البوم خاص بك هناك وانتاج كان انتاج خاص يعني. فخلينا نتكلم عن مساله الانتاج وفكره انه انت حتتعامل مع موسيقيين ما سودانيين. برضه كثير ناس يفتكروا انه انت لما تتعامل مع موسيقي ما سوداني فيعني الاغنيه حتختلف والله، يعني نكهتها السودانيه، ما الكلام ده ما صح يعني. انت أيوه. يعني ما في حاجه اسمها مزيكا سوداني والله مزيكا في لحن سوداني وكلمات سودانيه، المزيكا دي حقت الناس كلهم. صحيح بتفق معك تماما يا احمد. دي نقطه حلوه شديد يعني. يعني انت سمعت الموسيقى دي صح، التكنيك في التنفيذ الموسيقي اي تكنيك مختلف يعني. واضح انه ما تكنيك موسيقيين سودانيين، ودي ما نقيصه او ما عيبه يعني، ما زي السوداني. عندهم ميزتهم يعني. ايوه بالضبط كده. موسيقي في النهايه بغض النظر عن خلفيته الثقافيه يعني كويس. ففي النهايه هو قادر انه ينفذ العمل الموسيقي باحساس وباحساس مختلف يعني. ما كل موسيقي عنده كمان مخزون. انا اللي عاجبني مثلا في الفرقه بتاعت فانوس، الفرقه معاي هم استرال لكن خلفياتهم مختلفه، في واحد من افريقيا، واحد من لاتين امريكا. المخزون بتاعه الثقافي نفسه يعني والموسيقي ده نفسه، المخزون ده بينعكس في اداء وفي تنفيذ الموسيقي كويس. يعني حتكون شبعانه كده يعني. ايوه بالضبط كده اغنيه غنيه باحاسيس بالضبط كده. مختلفه. يلا بالنسبه لمشروعي، لو انا عايزه مثلا كان يكون غربي تماما، كان قلبنا الحياه دي كلها، عملنا الميلوديات ذات الستايل بتاع غربي. كويس انك فتحت الموضوع ده، لانه الناس قاعد يقولوا انت مايل على الغربي كده. في ناس بيقولوا كده يعني، لكن يعني وفي ناس بيشوفوا طبعا الفرقه هي استرال بيفتكروا انه غربي كويس. أيوه. في ناس يسمعوا الشغل ده كده بالنسبه لهم على سماعهم الطريقه في العزف دي مختلفه، يفتكروا غربي، هو ما غربي. تركيبه المزيكا ذاتها شويه مختلفه. ايوه لكن في النهايه في الميلوديات الكلام سوداني، الميلوديات سودانيه، وانا حريصه عليه بالضبط كده. انا الحريصه عليه انه ينفذها اي شخص مهما كانت يعني خلفيته شنو، لكن يحتفظ بخصوصيته السودانيه دي يعني، الخصوصيه الجماليه دي والتعبيريه دي ذات اللي قلناها قبيلك دي. فدي حافظ لنا عليها، ودي هي قادره تصل بدليل انه مثلا احنا لما بنطلع هسه في المهرجانات الكبيره الاستراليه دي ما عارفين اننا سودانيين يعني، برغم انه انا السودانيه الوحيده والوراي دي الاسترال، لكن عارفين اننا سودانيين، وبالتالي ابتدوا يسالوا طيب هالايقاع ده شنو، طيب انت اللغه اللي تكلمتي بها واللهجه دي شنو، وهكذا يعني. فالموسيقى وفي النهايه كونها قادره تخلق التواصل ده مع المتلقي، قادره تخلق حوار مع المتلقي، قادره تجذبه لها، this is enough يعني. طيب يعني غير المتلقي، الموسيقاتنا السودانيه في استراليا تحديدا قادره تقنع من يقومون على امور المهرجانات انه تكون حاضره في كل المهرجانات في استراليا؟ بدليل وجود فانوس الموسيقيه لمده هسه كم 8 سنه تقريبا في استراليا. يعني احنا بتقدم لنا دعوات، او احنا ذاتنا لما نقدم طلب للمهرجانات الكبيره دي يعني بيكونوا مبسوطين جدا جدا. يا اما هم دعونا واحنا قدمنا للمهرجانات دي، وشوف في عدد مهول من الفرق بيقدم المهرجانات دي، لانه استراليا طبعا بالتنوع الثقافي بتاعها يشوف يعني العالم كله منصب في استراليا الخلفيات الثقافيه دي، فتلقى فرق من الصين ومن الهند ومن كوبيه وشيليه وافريقيا وهكذا. احنا كلنا عايزين نشارك في المهرجانات دي، لكن الفرقه السودانيه مسجله حضور، معناته هي قادره تفرض نفسها على الواقع يعني، تقدم حاجه مختلفه. ايوه بالضبط كده، تقدم حاجه مختلفه يعني. فدي حاجه جيده يعني.
تخيل هي محمد يعني حتى نحن في الايام الاخيره دي بيجينا نشوف في اليوتيوب عدد من الجنسيات بتغني لاغنيات سودانيه. يعني قبل فتره شفنا يعني في مع ذكرى الاستقلال في صينيين شاب وشابه كانوا بيغنوا لورد يا بلدي حبوب. صحيح. ايضا قبل كم يوم في مغنيه اسرائيليه برضه بتغني واحده من اغنيات عبد القادر سالم صحيح. على ما اعتقد. صحيح يعني صحيح. يعني برضه الانفتاح يعني الجري ورا العالميه ده بدات تجينا. طبعا عندي راي كبير في قصه العالميه، واحنا لا ليه ما وصلنا للعالميه ومفروض نمشي للعالميه. فيعني شكله كده هي براء قررت تجينا العالميه دي يعني. والله هي طبعا ما بالضروره نقيسها كده يعني. هو الغنى السوداني طبعا اكيد جميل والموسيقى السودانيه جميله وجاذبه، لكن موضوع العالميه ده موضوع كبير شديد يعني بجد عايز له اطراف كثيره موسيقيين والدوله ذاتها وكل الحاجات دي يعني. العالميه دي عايزه لها يعني قاعده طويله، دي عايزه لها ورشات ونقاشات ومؤتمرات يا احمد. طيب تمام، نحن تقريبا وصلنا لختام الحلقه وماشيين على ختام الحلقه. وقبل اتفقنا انه في ناس كتار عاوزه تحييهم يعني او تسلم عليهم كده. تسلم عليهم بعد ذاك ورينا حنختم معك بشنو. جميل جدا. طيب انا دائما بحيي برضو الثاني احيي الشعراء والملحنين والموسيقيين اللي عملنا معهم، لانه في ناس نفذوا لي اعمال برضو بتوزيع موسيقي مختلف. انا بحييهم كلهم. بحيي طبعا اكيد والدتي جميله جدا امال الحاج عبد الرحمن واخواتي واخواني كلهم يا رب ان شاء الله يديها الصحه والعافيه، وكل اهلي جميعا انا بحييهم. بحيي كل الاصدقاء والصديقات، وبحيي ياسر وانجي اولادي وجلال الجميل وناس سناره جميلين تاني بحييهم. وبحيي كل الاصدقاء كل الناس اللي وقفوا مع مشروعي، اللي واقفين مع المشاريع دي كلها. وعايزه احيي لي شخص مهم جدا في خارطه الفن السوداني. انا عايزه احيي الاستاذ المبدع الفنان الملحن عمر الشاعر واسرته الجميله. بمناسبه عمر الشاعر، استاذ عمر الشاعر مش مبدع فقط فيما يخص الالحان والفن، لكن مبدع في دعمه للمبدعين الاخرين وفي انهم يفتح لهم ابواب. ايوه اكيد يفتح لهم، يدعمون ويفتح لهم ابواب ونفاذات وحوار ونقاش انهم كيف يتطوروا وكيف انه يساهموا حتى في خارطه الفن السوداني ده ويضيفوا للمجتمع يعني. فانا بحييه واتمنى له الصحه والعافيه يا رب العالمين. طيب انا ما نسيت زول صح يا جماعه؟ اي زول نسيته تحيه كبيره لكل الناس. طيب قبل ما نعرف الاغنيه اللي حنختم بها الان انت في زيارتك دي شنو النشاطات اللي حتقومي بها في الايام الجايه او قمت بها سريعا؟ والله سريع كده. عندنا يوم الاثنين بعد بكره يعني يوم 18 يناير عندنا امسيه غنائيه كبيره جدا في دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى والمسرح، ودي حشارك فيها انا يعني حغني في الامسيه ومعاي الفنان امير موسى وساره ابراهيم اختي حتشارك فيها. في ياسر جلال الجميل ده ولدي حيشارك برضه باغنيه راب. وفي عندنا مصطفى ومازن مجدي النور اللي هم اولاد اختي سحر اللي حيشاركوا بفاصل مسرحي. يعني امسيه كده مسرح على غنى. ايوه بالضبط كده. فنتمنى انه الناس شتويه دافعه حتكون ايوه إن شاء الله. ايوه يا ريت ان شاء الله، ونتمنى الناس يحضروها يكون جميل يعني كنوع من التغيير يعني ان شاء الله. طيب حنختم بشنو اخر اغنيه؟ برضو الاغنيه اللي حنختم بها دي ده اختبار ثاني ليا صح يا احمد؟ دي اغنيه من كلماتي والحاني اسمها جمد عشم. التنفيذ بتاعها مختلف تماما عن الاغنيات الثانيه. حاولت ادخل فيها شغل بتاع براس وحاجات زي دي اول محاوله لي في انه بعض الالات تتوظف موسيقيا كيف يعني. طبعا ده بمساعده عازف الجيتار اللي معي مايكل يعني حتى اختيار اخر اغنيه برضه كان فيها رمزيه، احنا مشينا فجمد عشم. جمد عشم. شكرا لك ياسمين ابراهيم، شكرا لحضورك لقناه الشروق، شكرا للابداع الجميل اللي قدمتيه. اتمنى لك التوفيق الله يخليك. كل شقيقاتك اتمنى انه نلاقي سوزان وسلمى، لانه يعني برضه عاوزين نعرف الاسره دي لسه داسه لنا شنو يعني. أيوة. من الجمال والابداع والروائع. انا بشكرك انت وبشكر قناه الشروق. الاعلام جزء مكمل وجزء اساسي جدا من مكمل للمشاريع الابداعيه في انها كيف تصل للمتلقي، وانا بفتكر دي كرم منكم انكم تستضيفوني والناس يسمعوني. شكرا جزيلا. واجبنا. شكرا مشاهدينا، كان وصلنا ختام هذه الحلقه. تقبلوا تحيه فريق العمل الذي سعدت جدا وانا انقل جهدهم. لحن الختام جمة عشم مع ياسمين ابراهيم. لحد ما نلاقيكم، مع السلامه.
6:30 تصافي، ميقات الفصافي صافي، كلنا في رحابه للأيامنا الصافي. يا روعة لقانا واللحظات نادية والونس التلامس في الخاطر قضية، نرشف بالمشاعر شاي المغربية، وبكرة نعود نغني في الميعاد نوافي.